انتوا يا جماعه ليه كل مره الجيش داير يفاوض وحيفاوض؟ قال لكم منو يكرروا عليكم كم مره؟ قال في خطاب اول يوم حيقبع عبره، ما في تفاوض. وقال لكم نمس يتقولون حاجات ما قالوها، يقول لك الجيش منشق وعندهم ما في. كلام السيد القائد العام واضح، منو اللي بيفاوض؟ نفاوض في شهداء انت قدرت بيهم بياكلوا معاك في صحن واحد لحد امس بالليل؟ ما في كلام زي ده. ما في، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. ما في تفاوض ولا هدنه ولا ده كلام واضح. ما في كلام زي ده. احترم عقول الناس. احترم عقول الناس. انت واقف مع ناس قاعدتها ما تم لها 300 نفر او 400 نفر، والشعب السوداني كله قدام عينك واقف قدام شعبه، قدام جيشه، بيمشي له في كل المدن في قيادات وبيقف معاه وبينصروا وبيشونوا وحملات بتاع التشوين. انت واقف مع منو؟ انت احترم عقول الناس. ده الشعب المتعلم ده. الان الاميه في السودان اقل من 3%. الما قاري الاساس. كلهم خريجين جامعيين وحملت شهادات عليا. احترم عقول الناس. انت تجربتك المهنيه شنو عشان تجي تقول بتحل مشكله في السودان؟ ما شفناه في سوريا. انت حليت مشكله سوريا ولا حليت مشكله العراق؟ ده البروفيشنال كارير بتاعك. ما شفنا الاوت كم حقه. شفت كلام السيد القائد العام ده بتشوفه. مش قال لك بنطردك بتشوفه. والامم المتحده دي تجديد المهنه بتاعتها ولا المهمه دي شهر 6 بشروط الدوله الدايراها. الامم المتحده تعرف انها لو ما غيرت الزول ده اليونيتام زي ما بتقعد في السودان. ما خلاص، ما الناس الشعب ده ما داير الزول ده. ما دايره. زول بيهدد في الشعب. بيهدد فيه. فالموضوع ده يعني